مستر يحيى، ازاي استفاد من حل الامتحان؟ تعالى معايا كده نعرف الاستفادة من حل الامتحان. لازم نذاكر الامتحان مع حضرتك. يعني انا دلوقتي هقول لك ايه الاستفادة اللي احنا هنحصل عليها من حل امتحان محافظة الاسكندرية. طيب تعالى معايا محافظة الاسكندرية. الامتحان بتاع محافظة الاسكندرية بيقول لحضرتك ان عايزك تعرف شوجر كين. يعني ايه يا مستر يحيى كلمة شوجر كين؟ شوجر كين معناها قصب السكر. هو قصب السكر ده انا بستخدمه في ايه يا مستر يحيى؟ امتحان محافظة القاهرة بيقول لك ان شوجر كين انا بستخدمه to make sugar، عشان اعمل السكر. المعلومة دي انت عارفها عشان قبل ما تحل امتحان محافظة الاسكندرية ان شوجر كين قصب السكر، انا بستخدم قصب السكر to make sugar عشان اعمل يا مستر يحيى شوجر، فشوجر معناها سكر. طيب هو الامتحان بتاع محافظة الاسكندرية عايز يقول لك horses. يعني ايه horses؟ horses يعني الحصينة. هي الحصينة دي eat يعني بتاكل. بتاكل ايه؟ بتاكل grass. لازم تبقى عارف ان horses ان الحصينة eat بتاكل grass اللي هي العشب. مش بس كده، خد بالك ان الحصان بيشرب بيشرب fresh water، بيشرب ميه طازجه. فريش واتر، ان الحصان ما بيشربش ديرتي واتر، الحصان بيشرب فريش واتر. طيب هو انت حضرتك عارف ان لو انا عندي sick people، الناس المرضى، السيك بيبل اللي هم الناس المرضى دول يا مستر يحيى، الناس المرضى دول بيروحوا فين؟ بيروحوا الهوسبيتال. هوسبيتال يعني مستشفى. حضرتك حافظ ان كلمة سيك معناها مريض، هوسبيتال معناها مستشفى. طيب حضرتك عارف ان انت في حد اسمه لايبريان؟ لايبريان معناها امين المكتبة. لايبريان معناها امين المكتبة. امين المكتبة دوت helps me in the library. لو انت بتروح اللايبرري مين اللي بيساعدك اللي انت تجيب الكتاب بتاعك؟ هو اللايبريان. حتى لايبريان امين المكتبة، لايبرري اللي هي معناها المكتبة. طيب هو انت حضرتك عارف ان الفارمرز الفلاحين جرو، يعني جرو يعني بيزرعوا رايس يعني رز، يبقى الفارمر جرو رايس، الفلاحين بيزرعوا رز. هو حضرتك عارف ان الفيشرمن يعني ايه؟ فيشرمن يعني الصيادين. الصيادين بيعملوا ايه يا مستر يحيى؟ الصيادين كاتش فيش. يعني ايه كلمة كاتش فيش؟ كاتش فيش معناها بيصطاد سمك. فيشرمن يعني صياد، كاتش فيش بيصطاد سمك. بلامر، وخد بالك من حرف البي ما بنطقهوش، اسمه بلامر. بلامر يعني السباك. هو السباك ده يا مستر يحيى بيعمل ايه؟ لازم تبقى عارف قبل ما تحل امتحان محافظة الاسكندرية ان بلامر يعني السباك، فيكسز بايبس يعني بيصلح المواسير. السباك البلامر يا مستر يحيى بيصلح لي المواسير. طيب حضرتك عارف ان في سؤال اسمه القطعة؟ السؤال دوت يا مستر يحيى يعني هو سؤال مهم جدا بقى. تعالى معايا كده نشوف الحتة دي فيها ايه. هنا بيقول لك ممكن في سؤال القطعة يجيب لك الجملة دي this text is about. عارف يعني ايه الجملة ديت؟ لو جاب لك في الامتحان في القطعة this text is about، معناها القطعة دي بتتكلم عن ايه؟ فلازم تقرأ القطعة وتشوف القطعة بتتكلم عن ايه. القطعة بتتكلم عندي عن جوبس الوظائف، القطعة بتتكلم عندي على حاجة اسمها توريزم السياحة، القطعة بتتكلم عندي على حاجة اسمها كاميلز الجمال، بتتكلم عندي على حاجة اسمها كروكودايل. الحتة ديت مهمة عشان تبقى فاهم طريقة الامتحان لما يجي لك، تبقى فاهم صيغة السؤال. the text is about، القطعة بتتكلم عن ايه؟ الحتة دي مهمة. طيب حضرتك عارف ان محافظة الاسكندرية بيقول لك وي. كلمة وي معناها يزن. هو الوزن بالايه؟ الوزن بالكيلو جرام. وي معناها يزن. هو الوزن بالايه؟ انا بالكيلو جرام. طيب حضرتك عارف ان في عندي حاجة اسمها ذا فينيك فوكس. فينيك فوكس معناها ثعلب الفينيك. من الامتحان دوت انا هستفيد
ان ذا فينيك فوكس معناها ثعلب الفينيك. ثعلب الفينيك دوت ايت بياكل ايه؟ بياكل يا مستر يحيى lizards and small mice. ثعلب الفينيك اللي هو يا مستر يحيى بيعيش في الصحراء، بياكل eat معلومة، بياكل lizards السحالي، small mice الفئران الصغيرة. عارف المعلومة ديت ولا هتدخل الامتحان تعمل ايه فيه؟ انت عارف ان ذا فينيك فوكس، ان ثعلب الفينيك دوت lives in، ثعلب الفينيك lives in بيعيش فيه in the desert. in the desert معناها الصحراء. انت عارف المعلومه دي كويس جدا ان ذا فينيك فوكس lives in the desert بيعيش في الصحراء. يبقى انا هنا عرفت معلومتين، ان الوزن بالكيلو جرام، عرفت ان ثعلب الفينيك بياكل ليزرز السحالي والفئران الصغيره. عرفت في الامتحان ده واستفدت منه قبل ما احله ان الفينيك فوكس بيعيش في الديزرت. عرفت معلومه بتتكرر كتير في الامتحان، نيكست بتيجي معاها ايه يا مستر يحيى؟ نيكست تو. لما الاقي نيكست دايما هحط تو في صيغه مقارنه بين اتنين، بيجر ذان. اربط الاتنين دولت، لما اجي اقارن بين اتنين بحط للصفه اي ار ذان. لما اجي اقارن بين اتنين بحط للصفه ايه؟ اي ار ذان. صح يا مستر يحيى كده؟ زي مثلا هنا كلمه تول، عايز اقارن بين اتنين هحط اي ار ذان، هتبقى اسمها تولر ذان. طب انا عندي صفه اسمها شورت هحط اي ار ذان. اربط الاتنين دول مع بعض يا مستر يحيى، اي ار ذان. طيب خد بالك من حاجه، زيز بتدل عندي على الجمع، فزيز بتاخد ار. زيز اللي هي بتدل على الجمع بتاخد ار. ولكن لو انا هقول زيز از، خد بالك زيز از وزيز ار. زيز بتاخد از، ولكن زيز اللي اخرها اللي بالاي ديت بتاخد ار. افتكرها كويس في الامتحان. هو انت عارف ان بط بعرفها اللي هي بتيجي قبليها قامه؟ ان بط بتيجي قبليها القامه ديت عشان اختار بط في الامتحان بيحط لي قبليها قامه. وبط ديت معناها لكن، بتدل عندي على تناقض. يعني ايه تناقض؟ بط بستخدمها عشان اربط جملتين متناقضتين. يعني ايه تناقض؟ يعني على الرغم ان مستر يحيى رجليه وجعاه ولكن عايز يلعب كوره. ايه التناقض ده؟ ازاي رجليك وجعاك وعايز تلعب كوره؟ يبقى كلمه بط معناها لكن، بعرفها من قبليها قامه. القامه دي بتوديك لبط، وبط بتدل عندي على التناقض. طب يا مستر يحيى انا عايز احل بقى الامتحان. تعالى، ايه هو ديت الحاجات اللي انا هذاكرها عشان انا استفدت منها من الامتحان. تعالى بقى يا جميل نبدا مع بعض بقى نحل الامتحان بتاع محافظه القاهره. وصلي على النبي كده معايا، طالما ذاكرت الامتحان هيبقى سهل مفيش اي مشكله. ده طبعا الاستماع، طبعا ده كده نص الاستماع، وهو طبعا قطعه والاسمه ده والتيتشر بيدخل يقولها لك. في مشكله في الكلام ده؟ طيب ندخل على السؤال الثاني عشان ما نضيعش وقتنا. We use nut to make sugar. لسه قايلينها يا مستر يحيى، احنا بنستخدم sugar cane. انا بستخدم قصب السكر عشان اعمل شوجر، لسه مذاكرينها. طيب horses eat grass. الهورسز الحصنه eat بتاكل grass العشب and drink بتشرب ايه؟ انا قلت بتشرب fresh water. الهورسز بتشرب fresh water يعني ميه طازجه، ميه جميله. we go to not when we are sick يعني مريض. اول ما الاقي sick اكيد طبعا hospital معناها المستشفى. طيب the note help me in the library. شخص بيساعدني في المكتبة أكيد طبعا هو librarian معناها أمين المكتبة. أمين الإيه؟ المكتبة. طيب تعالى مع بعض كده نشوف بقى، نكمل بقى القطعة ديت. all jobs are important. كل الوظائف مهمة. farmers grow. الفلاح بيزرع، أكيد الفلاح بيزرع رايس. fisherman الصياد، قلناها أكيد الصياد catch. fish بيصطاد سمك من البحر. نقط fixes faucets and connect pipes. اللي بيصلح الحنفيات ويوصل المواسير أكيد هو plumber.
لسه واخدينها بلامر. فيكس البلامرز، البلامرز اللي هم السباكين. فيكس بيصلحوا. فاسيتس اللي هي الحنفيات. and connect pipes وبيوصلوا المواسير. نقط كارير، اسمها ايه كارير؟ مستر يحيى احنا حافظين عندي حاجة اسمها ميل كاريرز. ميل كاريرز معناها ساعي البريد، معناها ساعي الايه؟ البريد. طيب خد بالك من القطعة ديت بتقول لك ايه. القطعة دي بتتكلم على ايه؟ على فينيك فوكس. طيب خد بالك، هو الفينيك فوكس ده من القطعة وزنه قد ايه؟ وزنه 1 كيلو جرام، وزنه كيلو جرام. خد بالك ان هو بياكل ايه؟ بياكل insects and small animals. بياكل الانسكت والسمول ايه؟ animals. خد بالك ان الفينيك فوكس بيعيش فين؟ في الديزرت. يا مستر يحيى ده احنا الحاجات دي معلومات احنا عارفينها، بس برضو معلش لازم تجيبها لي لو سمحت من القطعة. لازم تجيبها لي منين؟ من القطعة، عشان اتأكد اللي انت حضرتك عارفها 100%. طيب تعالى كده، تعالى كده وصلي على النبي كده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. The text is about، القطعة بتتكلم على ايه؟ احنا قلنا القطعة بتتكلم عندي على فينيك فوكس. هو its weighs بيزن، بيزن قد ايه؟ بيزن الثعلب الفينيك 1 كيلو جرام. What does the phoenix fox eat؟ الله، هو بياكل ايه؟ هو الفينيك فوكس احنا لسه اهي يا مستر يحيى، هو بياكل insects and small animals. بياكل ايه؟ بياكل insects معناها الحشرات. بياكل ايه يا مستر يحيى؟ insects and small animals، وبياكل الحيوانات الصغيرة. وير يعني ايه يا مستر يحيى؟ وير يعني اين؟ بسأل بيها عن المكان، صح؟ where does the phoenix fox live؟ لما يديني في الامتحان وير، فوير معناها اين، فلازم ارد بيها على مكان. الفينيك فوكس بيعيش فين؟ بيعيش، لسه واخدينها من القطعة in the desert، اجيبها من القطعة. ماشي يا مستر يحيى؟ طيب it's in، اتس يا مستر يحيى ان، وحاطط لي كلمه نيكست. ايه يا مستر يحيى؟ ده في اوف، ده في عندي حاجه اسمها ان فرونت اوف، صح يا مستر يحيى؟ عليه اصل لو هو عايزني احط نيكست، فنيكست ديت يا مستر يحيى بتيجي معاها تو مهمه. نيكست تو ان فرونت اوف، يبقى هنا في ان وفي اوف، يبقى احط له ان واحط له فرونت عشان عندي ان وعندي اوف. طيب هنا زي elephant الفيل is ذا، ايه يا مستر يحيى؟ انا عندي ذا اي ار ولا ذا صفه اي اس تي؟ لا يا مستر يحيى، هنزل بيج واحط لها اي اس تي، عشان مستر يحيى قال لي ذا صفه اي اس تي. حته مهمه دي، ادي ذا وادي الصفه وادي اي اس تي. انا عندي بيج اهي يا مستر يحيى، هضاعف الحرف الاخير واحط لها اي اس تي واحط قبليها يا مستر يحيى ذا، صح؟ طيب زيز بتاخد ايز، ايه يا مستر يحيى؟ زيز دي للجمع، زيز دي يا مستر يحيى للايه؟ للجمع. فزيز هتاخد يا مستر يحيى ار، زيز ار، عشان حاطط لي كمان كلمه بنز. اي ايت تشيكن، I don't eat pizza. ايه ده؟ في هنا تناقض، ده في كمان قمة، يبقى بدل and الجملة بتدل عندي على التناقض، يبقى احط بط. القمة قالت لك على طول اجري حط ايه؟ بط. ما تنساش البنكتويشن، اول حرف يا مستر يحيى كابيتال. لو هي سؤال احط علامة الاستفهام. جملة عادية بدأ بهي هحط في الاخر فول ستوب اللي هي يا مستر يحيى نقطة. الكاملز موجود على قناة يحيى المصري التعليمية بالعربي كده، موجود كل الباراجرافات، اوكي؟ كل الباراجرافز موجود، اوكي؟ استفدنا من حل الامتحان ده، سهلة وبسيطة ما فيهاش اي مشكلة. الفيديو بالظبط 10 دقايق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي.